كلنا بنغلط، وطبيعي ان الغلطات بتكون في بداية اي مهنة، والسينما مهنة زيها زي غيرها. عشان كده الخطأ وارد، ودي شوية نصايح تحاول تمشي عليها. اكيد نسبة الخطأ هتقل في فيلمك اللي انت حطيت فيه جهد وتفكير ويمكن فلوس كمان. خامس نصيحة: الإضاءة. خد بالك من الإضاءة. دايما ما تخليش إضاءة كل الكادر ومكوناته متساوية، وإلا الصورة هتبقى مسطحة. وفي نفس الوقت ما تخليش إضاءة المشاهد قاسية، أو مثلا نلاقي ظلال بتاعت ممثل تنزل على وش ممثل تاني، أو مثلا نصور بالليل بإضاءة ضعيفة فالحركة تبقى مش واضحة، أو نلاقي مثلا مشهدين في مكان واحد كل منهم إضاءة مختلفة. ليه؟ عشان التصوير أصله ما كانش في نفس اليوم، امبارح غير النهارده. دي معظم الغلطات اللي بيقع فيها السينمائي الهاوي، واللي بنشوفها كتير جدا في الافلام القصيرة. عشان كده حاول تتجنب الغلطات دي بانك تدرس كويس موقع التصوير من ناحية توافر الضوء وحركة الشمس. حاول اختيار الوقت المناسب عشان تتصور، مستعين طبعا بإضاءة الشمس، ويا ريت دي تبقى افضل. استخدام العواكس الفلاتر. طبعا لو اضاءتك بقى داخلية او ليلية يبقى هتضطر تجيب وحدات اضافية للاضاءة، وتبقى موجهة على العنصر اللي بتصوره بس. ومفيش داعي لكتابة مشاهد تحتاج تصوير ليلي طالما ان انت ما عندكش القدرة على توفير معدات الاضاءة. صانع الافلام الشاطر هو اللي بيستخدم الظروف المتاحة بذكاء.